السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. معلش أنا عارفة إن أنا بادية متأخر، بس صدقوني مشاوير النهاردة كان يوم عالمي عظيم، زحمة وشغل ومشاوير ومروح ومجي. فأنا يعني اللي أخرني عليكم أنا صراحة يعني كنت موجودة في البيت 10 شهر، بس كنت بتغدى. أيوة اتغديت الساعة 10. يعني مش عايزة أتريق، ولكن حلقة النهاردة كانت مهمة قوي وحقيقي مطلوبة جدا. وناس كتير للأسف لما بيعدوا في أي مطب من المطبات اللي احنا بنسميها خيانة. وليه أنا بقول مطب من المطبات اللي بنسميها خيانة؟ لأن احنا قبل كده اتكلمنا في حلقات كتير جدا وقلنا إن المسمى ممكن يقع على تصرفات بعضها قد يكون صح. يعني التصرف صح بس اتعمل بطريقة غلط فيقع في قلب الست على إنه خيانة. التصرف مش حرام بس اتخبى واتكذب بسببه، كذب عليها فيقع في قلبها موقع الخيانة. ضيفوا بقى على كده الخيانة بدرجاتها، من أول شات لحد مقابلة، لحد تلطيف وتعطيف، لحد بقى الفاينل خالص، لحد الزنا. طيب لو وقعنا في المطب ده وطلعنا الحمد لله من المطب، الحياة بترجع كده تاني يوم عادي جدا، سلام ونرجع كتاكيت وعصافير جنة زي قبل الحدث ده ما يحصل؟ للأسف لا. وده دايما الخلاف بين الستات والرجالة. الراجل بيتعامل مع الموضوع على انه خبط في رجل الترابيزة وهو ماشي، فخلاص سوري خلصنا، اقلبي الصفحة بقى وانجزي. الست طبعا وضعها مختلف. الست بتتوجع قوي والموضوع بيبقى عنده دلالات كتير قوي عندها، وبالتالي بياخد منها وقت كبير قوي لحد ما تتعافى وتحاول ترجع لطبيعتها مع الزوج، وطبيعتها في الكلام، وطبيعتها في المعاملة، وطبيعتها في حاجات كتير قوي. وعشان نساعد ان بعد المطبات دي الامور ترجع لمسارها الطبيعي، او زي ما بيقولوا الميه ترجع لمجاريها، عملنا سلسله من الحلقات. ايه ده سماح؟ يعني احنا بعد ما يحصل كده ما نقطعش رقبته؟ لا ما نقطعش رقبته. يعني ما نتطلقش؟ لا ما بنتطلقش بعد الغلطات الصغيره. وفي ناس بتختار بعد الغلطات الكبيره اللي ممكن توصل، ربنا يعافينا والعياذ بالله، لحد الزنا، انها تكمل. هو حر. وجهة نظره ووجهة نظرها أكيد مختلفين عن وجهة نظر أي زوجين تانيين. وقبل كده اتفقنا مفيش مشورة بقولها لزوجين تنفع أخدها نسخة كوبي بيست واديها في الحتة التانية. كل بيت له ظروفه، وكل راجل له ظروفه وتركيبته، وكل ست ليها ظروفها وتركيبتها، ومساحة التاريخ اللي بينهم بيحدد تفاصيل كتير وكلام كتير. ولكن شوفوا بقى الاختلافات اللي انا قلتها دي كلها، واللي تحسوا منها ان احنا عندنا 1000 حالة، وكل حالة لها تفاصيلها فعلا. بس ال1000 راجل اللي اتزحلقوا الزحليقة دي لازم يسمعوا حلقة النهاردة. يعني يسمعوا حلقة النهاردة عشان ياخدوا بالهم من شوية الحاجات اللي هقولها النهاردة. فالفترة اللي ما بعد المطب اللي انت وقعت فيها حلو دي، لازم تراعي الحاجات اللي سماح اختك هتقولك عليهم النهاردة. ومع كامل احترامي، ومع كامل تفهمي للوضع اللي حضرتك فيه، انت مضطر تعمل اللي انا هقوله لك. مش عشان ده هيخلي الدنيا عسل وسكر، لا، ده هيخلي اقل المشاكل تحصل. يعني هيقلل نسبة الخلاف، هيقلل نسبة الصدمات، هيحسن وضعك شوية، هيعمل لك أرضية لطيفة ترجع بيها. وهل معنى ما اعمل كده الفراشات بقى والعصافير والجليتر هيطرقعوا في الشقة؟ خالص. ولكن لو ما عملتش كده هتقوم قيامتك الصغرى بقى الصغننه كده، اللي هي ايه، هتلاقي بقى فيضانات، وهتلاقي اعاصير، وهتلاقي خناقات، وهتلاقي صوت عالي، وهتلاقي انفعالات لان غالبا انت اتقفشت حنون وحنين وجميل وامور. تمام؟ وبالتالي وبناء على اللي انا بقوله ده كله، سيدي الفاضل، مش مسموح لك يعدي عليك مناسبة لزوجتك من غير هدية. مش مسموح لك تجيب هدايا أي كلام أو سكة أو سد خانة. مش مسموح لك تغلط وما تعتذرش.
افاجئك وقد تتهم ظلما وتعتذر. مش مسموح لك تعدي اي مجامله ليها او لاهلها او لاي حد من اللي هي بتحبهم من غير ما تجامل وتظهر في اطار لطيف ومقبول ليها ويشرفها. مش مسموح لك ما تعلقش على حاجه لطيفه هي بتعملها حتى لو كان الرد هيجيلك رخم وسخيف. وفي الهدايا ممكن ظاهريا تقولك مش عايزه، ممكن تقولك ايه اللي انت جايبه ده، ممكن تقولك يعني هي دي خلاص تمخض الجبل فولد فأرا، هي دي الهدية اللي انت جبتها. عشان كده قلت لك القيمة هتتركز فيها الفترة اللي جاية. مش مسموح لك تقول على حاجة لأ أو زهقان أو كسلان، عشان انت ما كنتش بتكسل وما كنتش بتزهق وما كنتش بتقول لأ لما اتقفشت. وده في 90% من الحالات. ما هو مفيش واحد كسلان بطه برطه قاعد جنب مراته بيتشاقى، صح؟ طالما اتقفشت بتتشاقى يبقى اعمل حسابك ان انت لازم تعلي على الليفل اللي هي شافته في الشقاوه، سواء بقى انفاق، كلام، ظهور، طولة بال، حنيه ونحنحه، تواجد، سند، الكلام الكبير قوي بقى اللي الناس بتقوله وهي بتتشقى وبتتفسح كده بعيد عن اطار الحياه الزوجيه. كل ده هيبقى مطلوب منك، ومطلوب منك مضروب في 10. اللي بيحصل ان اغلب الرجاله لما بيتقفشوا في اللقطات دي بيتخطفوا، فتبص تلاقيه من بعدها زلطه قاعده في البيت. ده كان بيتكلم لا ولا بقى بيتكلم، ولا بيتكلم حلو زي ما كان بيتكلم بره، ولا بيتكلم نص نص زي الاول، هو قاعد ساكت خالص محطوط في الشقه. اللقطه دي بتعفرط عليك اكتر. ليه؟ عشان اكيد انت ما كنتش محطوط في العلاقه اللي هي قفشتك فيها، ما كنتش مضطر. هتقولي ما انا غلطان ومقفوش، وانت تفتكر اما تقعد ساكت ومحطوط زي الزلطه في وسط الشقه وفي وسط العلاقه دي يعني وضعك هيبقى افضل؟ لا. انا مش بساعدك تبقى حلنجي، بس انت محتاج تتعلم من الحلنجي. ليه؟ عشان الحلنجي اموره ماشيه، واغلبيه الرجاله الحلنجيه عشان نبقى صارحين ويعني واضحين جدا حتى لما بيعملوا مصايب بتلاقي بيوتهم ماشيه زي الفل. فبما ان انت الساذج اللي اتعكشت او اتقفشت، فانت مطلوب منك طبعا تعلي بار التواجد، وتعلي بار الانفاق، وتعلي بار المجاملات، وتعلي بار الهدايا، وتعلي بار امين وحاضر، وتعلي بار كل حاجه في الحياه. ليه؟ عشان تعتذر عن الالم اللي انت سببته، وعشان تحاول تستعيد جزء من الثقه اللي انت فقدتها. عامر بيسأل يعني ايه حلنجي؟ حلنجي يعني زي ما بنقول كده بالعامية المصرية واسع الحيلة، ريسورسفul كده ومتكلم ويبلف اللي قدامه وياكل بعقله حلاوة. اعتقد ان كده ايه الرسالة وصلت، صح؟ عامر انا اعتقد ان حضرتك كنت لسه كاتب ايوه متابعنا من العراق. اهلا بيكم باهل العراق كلهم، احنا هترجم لكم العامية المصرية كلها ما تقلقش. تمام؟ فالحتة دي مهمة جدا، ومعناها ببساطة غلطانه يا دكتوره اللي بيتقفش بيقطع البطاقه. لا مش كلهم على فكره، في كتير قوي بيتقفشوا وبيجوا لي ما بيبقوش مقطعين البطاقه ولا حاجه خالص خالص. اللي بيتقفش بيقطع البطاقه ده دول فئه قليله لما يكون لاوي دراعها. انما لما يكون مش لاوي دراعها، ولما يكون حقيقي بيحب مراته او بيحب بيته او مش عايز يخرب البيت، لا ما بيبقاش مقطع البطاقه خالص. المهم الوصفه بقى ببساطه ان بعد ما تعمل كل ده هتلاقي كلامها بيقل، وهتتعلم تبدأ انت الكلام. هتلاقيها بتسكت كتير، وهتتعلم تفتح انت احاديث، ما انت اكيد كنت بتفتح. هتلاقيها في العلاقة الخاصة بتنهار منك في اوقات كتيرة، بالذات لو كانت خيانتك كاملة او كان فيها اي درجة من درجات التلامس الجسدي. لان احنا شرحنا قبل كده ان في حاجز بيتكون في الحتة دي، لانها بتحس ان انت كنت حاجة مقدسة قوي بتاعتها واتدنست، فهي مش مصدقة ان هي بقى زي غيرها، او ان هي بقت ملهاش اي خصوصية في حياتك، او ان الحاجة اللي ربنا يعني
حافظ لها عليها لوحدها وحافظ لك عليها لوحدك، ما بقتش بتاعتها لوحدها، ما بقتش العلاقة اللي بينكم بالقدسية وبالرقي وبالنقاء اللي هي كانت فاكراه. تمام؟ ولكن كل ده انت هتبلعه وهتطبطب عليها، وكل مرة هتعيط فيها هتسكتها وهتعتذر وهتقول لها حقك عليا. لأن للأسف في مناطق لما بتتكسر في القلب مش أي حاجة بتطببها. في مناطق لما بتتكسر في القلب بيبقى لازم يتعاد النظر في كيفية إصلاحها. واللي أنا بقوله لك ده مش مسموح بيه كله بعد الخيانة. ومع كل اللي انت هتعمله ده ما اقدرش اضمن لك انها راجعه. انت كل اللي هتعمله ده بتحاول توجد الجسر اللي بينك وبينها، بتحاول تثبت ببساطه وبهدوء ان انت موجود وان انت ما سبتهاش. نصيحتي بقى للي خان وكاره ما ترجعش اصلا. اللي خان وكاره مش هتعرف تعمل الكلام ده كله. انما اللي خان وغلط هيعرف يعمل الكلام ده كله. اللي خان بزلة هيعرف يعمل الكلام ده كله. لفت نظري سؤال في الأول لازم أكمل لكم بيه، أو يعني لازم أرد عليه. هل الجواز التاني يعتبر خيانة؟ كنا عملنا حلقة من سنين، أعتقد من 2 3 مش فاكرة، كان اسمها خيانة شرعية. لا، الجواز التاني مش خيانة، ولكن أوقات بيتعمل الصح بطريقة غلط فيدي نفس طعم الخيانة. يعني لما تتجوز ده صح، ما نتكلمش وما بسألش انت اتجوزت ليه، عشان دي بينك وبين ربنا، وما بسألش محتاج الجوازة ولا لا، برضو دي مش بتاعتي، مش هي دي النقطة اللي بنتكلم فيها دلوقتي. ولكن لو اتجوزت الجوازة الصح بس بأسلوب غلط. يعني ايه أسلوب غلط؟ يعني كدبت وطولت في الكذب ولونت في الكذب واستغرقت في الكذب، بتدي نفس طعم الخيانة. لأن هي الخيانة ايه؟ كلمة الخيانة في حد ذاتها جاية ايه؟ انك تضرب اللي مأمنك في ظهره انك توجع حد مأمنك انك مش هتوجعه. فلو ده حصل وانت نظريا ماشي في السليم، انت متجوز على سنة الله ورسوله، وممكن يكون أمة لا إله إلا الله يعرفه، ده مش معناه ان هي مش هتتوجع وانت مش خاين. بس بالنسبة لها في قلبها وفي مشاعرها وفي الكلام اللي انت كنت بتقوله لها وفي الكذب اللي بتكذبه والتحوير اللي بتحوره. لان انت لو هتعرف تتجوز من غير ما تقول وما تكذبش، يا ريت تعلمنا عشان نعلم الباقي. ولكن ده صعب قوي. هنا مشكلتك الأساسية بتبقى الكذب أكتر من الجواز التاني. تمام؟ أعتقد إن إحنا كده لفتنا نظر النهارده الحلقة رجالي. السادة الرجال لو وقعنا في المطب ده ورجعنا، إيه بعده الحاجات اللي لازم تاخد بالك جدا جدا منها، وإيه الحاجات اللي اعمل حسابك إن أنت هتعملها شوية حبة كتير لفترة مش قليلة. طب لو مراتي مصرحه لي بالزواج من تانية وبكل جدية وصدق، ايه رأيك؟ دي برضو خيانة؟ لا طبعا. فين هي مصرحه لك وانت راجل دغري وقعدت اتكلمت وخدت يعني قبولها او هي قابلة؟ فين الخيانة؟ انت تمام هي تمام، احنا مالنا؟ احنا مش طرف اصلا في العلاقة دي. ربنا يصلح الاحوال ويكرم. اتمنى ان الحلقة السريعة يعني المركزة بتاعت النهاردة دي تكون نافعة وتكون مفيدة لكتير من السادة اللي بيتابعونا. وكالعادة كل منشن وكل لايك وكل لينك بتبعتوه بالحلقة لحد أهم 1000 مرة عندي من الأعداد والأرقام والفولورز واللايكس والكلام الظريف ده كله، إن في ناس تستفيد منها وفي ناس تعرف هيعملوا إيه، وفي بيوت تعمر. أوقات حلقات على بساطتها بلاقي ناس بعتالي بتقولي والله يا سماح كنا واقفين على طلاق والحلقة دي فكت الدنيا. جرينا بقى شكل بعض، اتكلمنا، وبالتالي ربنا يصلح حال الجميع، يسعدكم كلكم ويسعد الناس كلها ويسعد بيتي من ضمنكم، يهدي الشباب والبنات كلهم يا رب، وولادي وبنتي من ضمنهم. اشوفكم على الف خير، وميعادنا بكره وهحاول اظبطه على 10 باذن الله تعالى. اشوفكم على الف خير.